أهلا بكم في نشرة جديدة من أخبار الملاعب. معاكم حسين صلاح، وأبرز أخبار الكرة العالمية والعربية والإفريقية النهاردة السبت 16 من مايو 2026. نبدأ من إفريقيا، حيث اشتعلت أجواء نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد مواجهة قوية جمعت بين الزمالك المصري واتحاد العاصمة الجزائري على استاد القاهرة الدولي وسط حضور جماهيري ضخم. ونجح الفارس الأبيض في افتتاح التسجيل مبكرا عن طريق عدي الدباغ في مباراة شهدت حماسا كبيرا وأجواء نارية من الجماهير البيضاء. وفي دوري أبطال إفريقيا تترقب الجماهير العربية والإفريقية النهائي المرتقب بين صن داونز الجنوب إفريقي والجيش الملكي المغربي في مواجهة تكتيكية قوية بين المدربين رولاني موكوينا والطاقم المغربي وسط توقعات بمباراة من العيار الثقيل. وننتقل إلى إنجلترا، حيث توج مانشستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على تشيلسي، ليحقق النجم المصري عمر مرموش ثاني لقابه بقميص السيتي، بينما أكد المدرب بيب جوارديولا استمراره مع الفريق في الموسم المقبل رغم الشائعات الأخيرة. أما في ليفربول فتجددت الأزمة بين محمد صلاح والمدرب أرني سولوت بعد الهزيمة الثقيلة أمام أستون فيلا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء، وسط تقارير تتحدث عن توتر كبير داخل غرفة الملابس في الريدز. وفي إسبانيا فجر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مفاجأة كبيرة بعدما أعلن رسمياً رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي لينهي رحلة استمرت 4 مواسم داخل قلعة الكامب نو. ومن أخبار المنتخبات، حسم لاعب ليل الفرنسي أيوب بوعدي قراره الدولي، وقرر تمثيل منتخب المغرب رسمياً بدلاً من منتخب فرنسا ليصبح إضافة قوية لأسود الأطلس قبل مونديال 2026. محلياً تواصل إدارة النادي الأهلي تحركاتها في سوق الانتقالات الصيفية، لكنها رفضت الدخول في مزايدة مالية كبيرة لحسم صفقة المهاجم المغربي سفيان بون جديدة. في الوقت نفسه اشتعل الصراع بين الأهلي وبيراميدز للتعاقد مع ثلاثي نادي إنبي. وفي كرة السلة حقق النادي الأهلي لقب دوري ليانز لكرة السلة للمحترفين بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 3 مباريات مقابل 1. كانت معاكم نشرة أخبار الملاعب مع حسين صلاح. ما تنسوش اللايك والاشتراك، وشوفكم في نشرة جديدة بأقوى أخبار الكرة العالمية والعربية.